يا مساء الأنوار. أهلا بيكم في الحلقة السابعة من برنامج استشارة في الإدارة. عملنا سي في وبعتناه، والاتش ار كلمنا واتفقنا على ميعاد المقابلة. يلا بينا بقى نعمل معسكر خارجي ونحط خططنا عشان نعرف تكتيك المقابلة، وإمتى هنهاجم وإمتى هندافع، وده اللي هنقول لك فيه التجهيزات اللي هتعملها قبل ما تروح الانترفيو. أول حاجة طلع رأفة الهجان اللي جواك، واسأل عن الشركة اللي أنت رايحها وجمع معلومات عنها. بتشتغل في إيه؟ فروعها، رأي العملاء في منتجاتها، عشان لو اتسألت تعرف إيه عن شركتنا يبان إنك مهتم بالمقابلة ومش مكبر دماغك. راجع طبيعة الشغلانة وشوف الوصف الوظيفي بتاعها، وامسك السي في اللي قدمته واحفظه كويس، وخد منه نسخة معاك عشان لو هتكتب ابلكيشن يبقى من خلاله. اقعد مع نفسك وتخيل ايه الاسئله اللي ممكن تتسالها وجهز لها اجاباتها، زي كلمنا عن طبيعه شغلك، ليه عاوز تسيب شركتك، وكمان جهز اسئلتك اللي انت هتسالها. اصل المقابلات صد رد مش صد صد. جهز كل حاجاتك قبلها، اطبع السي في، حضر اللي هتلبسه، العب رياضه 15 دقيقه اول ما تصحى عشان تخف التوتر، وافطر قبل ما تنزل. لازم تهتم جدا جدا بالمظهر الشخصي وكانك رايح مهرجان الجونه. انزل بدري واعمل حساب الطريق، ووصل قبل ميعادك ب 15 دقيقة على الأقل. ولو اتأخرت في الطريق كلمهم وبلغهم إنك هتتأخر. ولو المقابلة كانت عن طريق الفيديو، ظبط المكان وشوف النت، راجع الإضاءة، وراعي تكون الخلفية وراك كويسة. وحاول تخلي ولاد إخواتك ما يجوش عندك اليوم ده. وده بيبدأ من أول ما تخش الشركة. هنقولك على شوية نصايح تخليك تسيطر على المقابلة وتجيب جون في التمانيات. أول ما توصل الشركة خليك مبتسم وهادي. لما تخش مكان المقابلة سلم وما تقعدش على أي كرسي وخلاص. أخر نفسك سيكا لحد ما يتشاور لك تقعد فين. اقعد فارد ظهرك بس ما تخشبش جسمك. ريلاكس، وما تحطش رجل على رجل. دايما بص للي بيكلمك، خلي فيه تواصل بصري عشان تبين إنك واثق من نفسك. احفظ اسم اللي قصادك واستخدمه في الكلام بينكم، أستاذ فلان. ما ينفعش يجيلك فقدان ذاكرة مؤقت وتنسى اسم اللي قدامك. افهم السؤال الأول قبل ما تجاوب عليه عشان ما تهبطش. ولما سمعتش أو ما فهمتش السؤال اطلب إعادته أو توضيحه عادي، يعني ما تتكسفش. حاول دايما الإجابة على الأسئلة بطريقة مباشرة ومختصرة، وبلاش الإجابة بآه أو لأ. ودي تفسيرات لو تقدر، واحكي عن تجارب ناجحة عديت بيها في نطاق الوظيفة. ما تقطعش اللي قصادك في الكلام، اديله فرصته عشان تقدر تفهم المطلوب. طب لو استفزك ما تجادلش، خليك سيكا هادي. يعني لو قالك اللي انت بتقوله ده غلط قول له كنا بنشتغلها كده في شركتي، بس لو في طريقة تانية أكون شاكر جدا أو اتعلمتها من حضرتك. حسسه بنفسه يا أخي. في بقى واحد بيحب يتقمص دور مفيد فوزي، ينتشك السؤال ويسيبك تمسك المايك تتكلم ما يقطعكش. خلي بالك ده فخ، كل ما تتكلم كتير هتغلط كتير. انت برضو اوعى تستعرض امكانياتك بزياده وتفرض عليه معلومات وتحاول تقنعه بيها. خليك معلم. ما تقطعش فروه شركتك ومديرينك اللي فاتوا لو اتسالت عليهم. هيقولوا زي ما اتكلم عليهم وحش اكيد هيتكلم علينا اوحش. دي جمعيه ودايره يا عم الحاج. بنفكرك خليك مبتسم وهادي. ما تقعدش تشاور بايدك على الفاضي والبليان، وبطل هز في رجلك عشان الحركه دي وتوترني انا شخصيا. ما تقعدش كل شويه تبص في الساعه ولا الحيطان ولا السقف، او تسرح في طعم كوبايه القهوه اللي اتقدمت لك. لو اتسالت هل في اسئله تحب تسالها، كده يبقى هنغير الخطه من الدفاع للهجوم. هتطلع فان دايك وهتنزل بهالاند. وشوف الاسئله اللي انت كنت محضرها قبل كده، زي هل دي وظيفه جديده ولا بتعين مكان حد مشي؟ ايه اللي حضراتكم متوقعينه من اللي يشتغلوا الوظيفه دي؟ بدوس يا نجم ما تقلقش. ما تجيبش سيره المرتب المتوقع، ولو الاتش ار اصر وسالك اديله اجابه غامضه، زي اكيد بتمنى افضل عرض مالي بس ده طبعا مرتبط بهيكل الاجور في الشركه. وانت قايم اختمها بالشياكه، اشكر اللي عمل معاك المقابله على وقته، وقول له مثلا انا اتبسطت واستفدت بالكلام مع حضرتك جدا. في النهايه لازم تحط في بالك، ما دام الاتش ار كلمك يبقى لا عندك الامكانيات المقبوله للوظيفه. وانت على باب الشركه انسى موضوع انك هتعدي المقابله ولا لا. ما تفكرش في النتيجه، اعتبرها انك داخل تقيم نفسك. مفيش حد كامل، وان اللي قصادك بشر برضه، وممكن يكون متوتر اكتر منك لانه عنده تاسك تعيين وعايز يخلصه. الشغل ده رزق، فلما توفقتش يبقى عشان ربنا ما كتبلكش رزقك في المكان ده، مش عشان انت غير مؤهل. وفي نهايه حلقتنا نتمنى تكون استفدتوا من المعلومات اللي اتقالت في الحلقه، ومستنيينكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة في الإدارة.